السلام عليكم احبابنا الكرام في مصر وخارج مصر. النهارده جايبه لكم وجبه سمك من رأس البر. هتشوفوها معانا وهتتمتعوا بالوجبه. وجبه رخيصه وجميله، والرز بتاعه زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها جميل، والرزايه الحبايه بحبايه، والسمكه متشبحه كده هون متحمرة ومقرمشة ازاي. هم لهم برضو طريقة في المطعم، ومطعم كل الناس عارفاه في راس البر وبتروح تاكل عنده. هو مطعم مشهور جدا. يا ريت تجربوا الوجبة دي من عنده. انا جربتها وعجبتني وقلت اقول لكم عليها للناس اللي بتحب راس البر وبتروح راس البر. الوجبة دي زي ما انتوا شايفينها كده ب100 جنيه بس. وجبة مشبعة جدا جدا جدا، والرزاية كده لونها جميل ومظبوط مظبوط. الصيادية بتاعتها ازاي الرزاية حبة بحبة كده هون جميلة. بصوا كمان السمكة متحمرة ومقرمشة من بره وجوسي من جوه كده زي ما انتوا شايفين، فصها طري ومستوية صراحة، وتتبيلتها ممتازة جدا، متقدمة مع العيش والطحينة والسلطة. جميلة جميلة ومشبعة جدا للفرد. والله هي مش دعاية، هي الفكرة عجبتني للوجبة فقلت اوريها لأصدقائي وأحبابي اللي هم في مصر وبيروحوا راس البر. وأول حرف من اسمه بيبتدي بحرف الب وبينتهي بحرف الميم. الله الله على السمك الجميل بتاعهم. سمك ليه طعم وحلوة، والسمكة متقدمة سخنة طازة لسه طالعة من المقلاية على الأكل على طول.